السلام عليكم. ان شاء الله هنعمل مخبوزات بدل الشوفان. هنعمل جايبه شعير ودقيق عادي، وبرضو هندعمه ببذرة الكتان وجنين القمح وبذور الشيا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي معلقه سكر اهيت، هنحط عليها معلقه الخميره، ونحط عليها شويه الدقيق، نحط شويه ميه عليهم، اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. بسم الله ما شاء الله. صلى الله على النبي. هي بقى مش لازم تسيبيها لغايه ما تتفاعل، هي طالما بتطلع فقاقيع كده تعرفي ان هي الخميره كويسه، واحنا مجربينها قبل كده. هنغطي عليها ونسيبها كده على ما نكمل بقيه المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو دقيق. انا جايبه ربع كيلو دقيق شعير، فايدته عاليه برضو، وبديل الشوفان علشان الشوفان لقيته غالي قوي. احنا نحاول ندعم اكلنا بالحاجه المفيده، ونفكر البدائل تكون موجوده. مخبوزات الشيا وبذرة الكتان عشان ندعمها برضو بالحاجة المفيدة. وده جنين القمح هحط له معلقة برضو عشان العجينة متبقاش غامقة، فانا حاطة معلقة بس من كل نوع. ومعلقتين لبن بودرة، يعني يعتبر ربع كوباية زيت زيتون اهو. ونحط المية ونعجنها. نحط المية لغاية ما تلم كده، وبعدين نعجن بايدينا. ماشي، هنحط الخميرة. هنحط نص معلقة صغيرة ملح، واحنا حطينا شوية دقيق وعجناه اهوت علشان الفيديو ما يبقاش طويل، وهنعجن تاني لسه. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. النزل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هي بتحتاج عجن كتير، المعجنات اللي هي بالذات اللي هي زي البيتزا والقرص، واللي بيتعمل منها برضو المخبوزات اللي هي بتبقى في الفرن زي الباتيه والحاجات دي. والعيش برضو، العيش اللي هو الطويل بيتعمل منها كل حاجة. احنا عجناه اهوت لمدة 10 دقايق عشان الفيديو ميبقاش طويل، فمختصرينه يعني عشان كده. بس هي لازم تعجني فيها 10 دقايق، وتسيبيها بقى في مكان دافي لغاية ما تخمر ونرجع لكم تاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. وادي العجينه اهي بعد ما خمرت ساعه ونص، لان حاطين معلقه كبيره على كميه كيلو دقيق، فخمرت على طول. اهم حاجه تغطيها في مكان دافي. بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. هنقرصها بقى. هنقرصها بقى زي ما كنا بنقرص العجين زمان. كنا بنعمل كميات كبيره، دي بقى كميات بسيطه برضو علشان ايه تخبزي برضو لولادك كل شويه، كل اسبوع كده ولا حاجه. هنعمل من العجينه دي بيتزا. فدي كبيره علشان البيتزا، ونسيبها برضو تريح. الصلاة على النبي الكمية حلوة، وممكن تعمل لك كام بيتزاية. هنخلص بقية الكمية ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سيبنا العجينة اهي لغاية ما ريحت، وهنفردها. بسم الله الرحمن الرحيم زي الفل اهي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم احسن ما بين ايدينا وارزقنا رزق حلال طيب مبارك فيه يا رب. احللنا زادنا يا رب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. العجين ده كله بركه. بسم الله ما شاء الله. ما تخبزي كده في البيت وتعملي اي حاجه، اهم حاجه تعملي حاجه صحيه ومفيده لولادك زي الفل، وبركه في البيت. بسم الله ما شاء الله. اللي باين دوت الاعشاب اللي احنا حاطينها، اللي هو بذرة الكتان والشاي. بسم الله ما شاء الله. فوائدهم عاليه جدا لعم كل مخبوزاتك بيها. ودي بعد ما فردناها هنحطها في الصينيه مدهونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخرمها كده علشان ايه ما تبقاش قابه من النص. هنسيب الاطراف بس هي اللي تقب علشان ايه تحافظ على الحشو. هنحط الحشوه هي عاملينها بالثوم والزعتر، شويه ملح وشويه فلفل اسمر برضو. هي تتاكل لوحدها كده من غير الجبن كمان، وشويه زيت زيتون. وممكن برضو على نفس العجينة تعملي زعتر على زيت زيتون على سماق وتحطيه عليها، ومن غير جبن ومن غير اي حاجة برضو بتبقى طعمها حلو، مخبوزات يعني. هنحط بقى شوية جبنة موتزاريلا، شوية حلوين كده عشان احنا اللي عاملينها وعايزين نجربها برضو ونشوف النتيجة بتاعتها. ودي جبنة رومي مبشورة اهيت، احنا عاملينها برضو من اللي احنا ورينا لكم الفيديو منها. جايباها ونقعها في لبن، وبعد 10 ساعات بتبشريها، بتصفيها وبتبشريها، بتبقى موفرة برضو لك. حط شوية فلفل الوان. بسم الله ما شاء الله. زي الفل. بسم الله ما شاء الله. حط بقى شوية زيتون. بسم الله ما شاء الله. هنحطها بقى في الفرن بس بعد كده ايه 10 دقايق ولا حاجة. الرحيم. وبعد ما طلعت من الفرن اهيت هنقطعها. بسم الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله. مقرمشة اهيت وزي الفل. بسم الله ما شاء الله، زي الفل اهي، وطعمها تحفة ومكوناتها تحفة. بسم الله ما شاء الله. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.